بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد واول حلقة من حلقات الشيكو شيكو. ايه ده اللي انا سمعته ده مظبوط؟ الشيكو شيكو مش السيكو سيكو. السيكو سيكو حاجة والشيكو شيكو حاجة، وانا مش شكري بس ممكن اشكرك، ومش شاكر بس ممكن اشكر لك. ومناسبة شاكر فشاكر محظور دلوقتي ومحظور على طول. النهارده هنتكلم عن شويه حاجات كده ملهاش اي دعوه ببعض، ملهاش اي لازمه، في منتهى العبث. السلسله دي عباره عن عبث، عشوائيه، عته، ايه تاني؟ عبث، عشوائيه، عته، وبس كده وبس كده وبس كده. طبعا في حاجات تانية كتير هتكون في وسط السلسله دي، بس خلينا مع الحاجات دي: العبث والعته والعشوائيه. ويلا بينا بما ان انا اكتر واحد في الدنيا دي بحب العشوائيه، فيلا بينا شويه عشوائيه على من هنا، على عشوائيه من هنا، على عشوائيه من فوق، على عشوائيه من تحت. وتعالى تعالى 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 هنا ما اقول لك يا حبيبي، انت تعرف ان شاكر محظور دلوقتي؟ مش بس محظور على النت وان هو يطلع يعمل لايفات ويجيب فلوس، لا يا حبيبي، شاكر محظور في الكلبشات. شاكر في الكلبشات. ومش بس هو بس، لا كمان معاه مين؟ معاه مداهم، ومعاه مساجده، وام مكه، وخلافه، وسوزي الاردنيه اللي هي اصلا من اساسه مش اردنيه، وبرتيتا من اليوتيوبرز، قصدي التيك توكرز. يلا اسكتوا، اصل انا يوتيوبر على قد يعني صغير، يعني عندي 1000 متابع و1000 مشترك وليله كبيره قوي سعادتك، بس يا رب ما نتاخدش في الرجلين بقى. بس بنوجه الشكر لوزاره الصحه، قصدي وزاره الاسكان، قصدي وزاره الداخليه، على انهم قبضوا على شاكر وعلى مداهم وام ساجده وام مكه وبقيه الناس دول كلهم. واتمنى ان يتم القبض على كل تيك توكر بيطلع لايف وبيعمل لنا شغل زي الطين. وانا ماليش دعوه هو بيقدم ايه، لان هم كده كده مش بيقدموا اي حاجه خالص. هم كده كده بيقدموا خراء، عباره عن خراء اللي هو بيقدمه خري، اللي هم بيقدموا هري. من الاخر كده خراء وهراء، هري وخري، او سميه زي ما تسميه. فانا مبسوط، ايوه طبعا انا مبسوط. انا سعيد، ايوه طبعا انا سعيد. انا فرحان، ايوه طبعا انا فرحان. انا منشكح، ايوه طبعا انا منشكح. واتمنى ان العيال دي كلها تتلم، سواء رجاله او بنات، سواء ستات او ولاد، اي حد على التيك توك بيعمل لايف يتحبس على طول، ما عدا طبعا العبد لله. لان انا عمري في حياتي ما هطلع لايف على التيك توك واطلب من الناس فلوس، او اطلب من الناس دعم، او بقى ادخل في السكه التانيه وهي اشحت بقى. لا مش الشحاته، ما كده كده دي شحاته، على راي مداهم لما قال دي شحاته الكترونيه. اللي بيشحت في الشارع بيشحت شحاته عاديه طبيعيه، اما اللي بيشحت على النت فبيشحت شحاته رقميه الكترونيه. بس ما علينا، انا عمري ما اطلع لايف على التيك توك، مش عشان بس ان اللايفات وحشه والجو ده. اطلع لايف ليه اصلا من اساسه؟ ما علينا. عمليه غسيل الاموال بتتم ازاي؟ ويعني ايه غسيل الاموال؟ ويعني ايه تجاره الاعضاء؟ ويعني ايه التجاره بالبشر؟ اصل هي تهم كده بتيجي كل فتره، زي ما حصل قبل كده مع حنين حسام وصاحبتها، واللي هم اتحبسوا بالمناسبه ومستقبلهم ضاع. ايه اللي بيحصل؟ ايه الحقيقه وراء تجاره الاعضاء وفاء عامر؟ وايه اللي البت مروه بنت حسني مبارك، اللي هي مش بنته او بنته ما تعرفش بصراحه، محدش يقدر ان هو ياكد او يكذب او يصدق او يتاكد 100% ان دي بنته. واحنا مش فارقه معانا، مبارك مات وعياله لسه عايشين، سواء بقى العيال اللي هم الرسميين او العيال اللي هم مش رسميين، قصدي العيال اللي هم مش معروفين. ما علينا. بنت مبارك عملت ايه بقى؟ بنت مبارك طلعت عملت المفاجاه وفجرت القضيه، وقالت بالنص ان وفاء عامر بتتاجر في الاعضاء، وجابت سيره دينا مراجيح التيك توكر اللي كانت مشهوره فتره، وبعد كده جابت سيره كابتن شيكا لاعب الزمالك اللي توفى من فتره، وحاجات تانية كتير وفضايح تانية كتير جدا. واتكلمت برضو على الناس اللي بتعمل لايفات على التيك توك وازاي بيدخل لهم الفلوس، وان ده كله عمليه غسيل اموال. هي مش اول واحده تتكلم ان ارباح اللايفات بتاعت التيك توك كلها غسيل اموال، هي مش اول واحده. بس الموضوع رجع اتسمع بطريقه غبيه جدا، وناس كتير بدات تتكلم، واللي يقول واللي يعيد واللي يزيد واللي يرغي واللي يهبد واللي يرزع واللي يعمل نفسه عارف واللي يعمل نفسه فاهم واللي يعمل نفسه شايف، بس هم كلهم صفر على الشمال، بس هم كلهم بيقولوا اي كلام. فتعالى بقى لو عايز تسمع اي كلام بجد خليك مع الشيكو شيكو. انا مش شاكر بس ممكن اشكرك، وبالشكري بس ممكن اشكر لك. فاشترك في القناه، فعل الجرس، لايك وكومنت وشير، وشاركني رايك في التعليق.
والتعليقات وشير الحلقه في كل حته عشان نوصل لكل الناس، وتابعنا على انستجرام وتيك توك. ويلا بينا نكمل الحلقه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي هيحصل كالتالي، او اللي حصل كالتالي. يعني ايه غسيل الاموال على التيك توك؟ طبعا زي ما هو معروف ان انت عشان تكسب من ارباح اللايفات على التيك توك ان الناس بتبعت لك هدايا. ايوه يا جدعان، بيتبعت لك هدايا. بس هل من الطبيعي او العادي ان في حد عاطل، حد فاشل، حد سافل، حد هابل، حد ملوش اي ستين لازمه في هذه الحياه ويتبعت له يوميا بال10 وال20 مليون جنيه مصري، بما يعادل 10 و20 مليون جنيه مصري، بخلاف الهدايا الماديه او الهدايا الملموسه، الهدايا اللي هي بتبقى هدايا زي موبايلات، ايفونات، ساعات، سيارات والجو ده كله، ودولارات سايله وحوارات كتير قوي سعادتك. فهل ده من العقل؟ يعني ده ممكن يخش عقلك ولا هيعدي كده، ولا انت هتسمعه بودنك اليمين وهيعدي لودنك الشمال بدون ما تفكر فيه؟ هتسمعه من ودنك اليمين، هتسمعه من ودنك اليمين وهيعدي من ودنك الشمال بدون ما تفكر، بدون ما تتدبر، بدون ما تفهم، بدون ما تعرف. هل انت غبي؟ هل انت احمق؟ هل انت متخلف؟ هل انت ساذج؟ هل انت غبي؟ هل انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ فنرجع تاني لموضوعنا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالتالي. اللي بيحصل ان الناس دي بتكون شغاله مع وكالات. الوكالات دي جمع وكاله. الوكاله دي بتكون وكاله بث مباشر على التيك توك، ودي بالمناسبه اي حد يقدر ياخدها. هي ليها شروط بس شروط صغيره جدا، ليها قواعد بس قواعد بسيطه جدا، ليها قوانين بس قوانين قليله جدا. على العموم الوكاله دي اي حد معدي على التيك توك يقدر ان هو يكلم التيك توك وياخد الوكاله دي. طب تمام يا سيدي، طب تمام يا عمده، طب تمام يا شيكو شيكو. الوكاله دي بتعمل ايه؟ الوكاله دي بتعمل كالتالي. اولا الوكاله بتكون مسؤوله عن حسابك، يعني اي ارباح بتيجي في حسابك هي بتروح لحسابهم هم، مش بتيجي في حسابك انت. تمام، دي اول حاجه. ثانيا الوكاله بتضمن لك ان يجي لك ارباح، مش ارباح، الوكاله بتضمن لك ان يجي لك هدايا، بس هي بتاخد النسبه الاكبر من الهدايا. جالك 100,000 جنيه بتاخد 90,000 وتسيب لك 10,000 جنيه. طبعا الحوار ده بيتكرر، يعني بيتكرر يوميا. في ناس بيجي لها في اليوم مليون جنيه مصري. المليون جنيه مصري الوكالة بتاخد منهم 950,000 وتدي لصانع المحتوى 50,000 جنيه. وفي ناس شغالين بياخدوا نسبة من الفلوس اللي بتطلع وكمان بياخدوا مرتب. انا هنا بتكلم على الناس اللي بتطلع لايف او اللي بتعمل ستريم، اللي هما بيسموهم ستريمر جمعها ستريمرز. ما علينا، الستريمر ده او اللايف تيك توكر ده بيكون متعاقد مع الوكالة والوكالة بتغسل معاه فلوس. طب تمام، هتقول لي اصل في ناس خلايجه معاهم فلوس وبيدفعوا كتير قوي 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 على اي حد وخصوصا المصريين تحت مسمى ان هم بيحبوا المصريين. هقول لك الكلام ده بيحصل بس قليلين جدا جدا جدا، واقصى واحد خليجي ممكن يرمي $50 $100. بس الوكالات دي بتعمل ايه؟ الوكالات دي بتكون مسؤوله عنها شركات لغسيل الاموال. هتقول لي غسيل اموال؟ مفيش حاجه في الدنيا اسمها غسيل اموال، مفيش غسيل اموال اصلا من اساسه. وده لان حضرتك بكل بساطه جاهل، وخصوصا الناس اللي بتقول غسيل الاموال محتاج غساله ويقعدوا يهزروا ويقلسوا ويشتغلوا نفسهم. بس ده اكبر دليل على الجهل والمرض والفقر، لان الجهل بيجيب مرض والمرض بيجيب فقر والمرض بيجيب فقر. فيا ريت يا جماعه الناس تروح تتعلم وتشغل الجمجمه وتبطل خراء وتبطل هراء، بالبلدي كده بطلوا هري وبطلوا خري. غسيل الاموال عباره عن ان في مصادر اموال بطريقه غير مشروعه، بطريقه غير قانونيه، بطريقه غير سليمه، بطريقه غير عاديه، بطريقه غير طبيعيه، بالبلدي كده بطريقه شمال 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 لكل الناس الشمال. تمام، غسيل الاموال مش بس في المخدرات والسلاح والدعاره والادويه المغشوشه والمسروقات واي حاجه بدون اي مستند رسمي او مستند قانوني، اي حاجه ملهاش سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه، اي حاجه الحكومه ما بتعرضش عنها اي حاجه وما بتاخدش عليها ضرائب ولا رسوم ولا عمولات، اي حاجه مش مسجله ولا مترخصه ولا رسميه، فده يندرج تحت اطار غسيل الاموال. هنا بقى نتكلم عن غسيل الاموال اللي بيحصل في عالم التيك توك او في عالم لايفات التيك توك. ايه اللي بيحصل هناك بالظبط؟ اللي بيحصل هناك كالتالي. اولا ان الناس دي بيكون معاهم فلوس بطريقه غير شرعيه، اغلبيتها بتكون فيز مضروبه، فيز مسروقه. ايه الفيزا دي؟ الفيزا دي وهي البطاقه الدفع، سواء بقى كانت بطاقه مسبقه الدفع، بطاقه ائتمانيه، بطاقه خصم
مباشر، بطاقة هدايا، او ايا كان نوع البطاقة، او ايا كان طريقة الدفع، حتى ممكن تكون حسابات، فهي بتكون اما بطاقات او حسابات. ما علينا، هم دلوقتي بيكونوا سارقين كميات كبيرة جدا من البطاقات دي، سواء بقى لناس عايشة او لناس ميتة، وحوارات كبيرة قوي ساعات. فهم عايزين يدخلوا الفلوس دي بطريقة قانونية، وتبقى الفلوس معاهم في البنك بتاعهم او في حسابهم او في ايديهم بطريقة ما فيهاش شبهات، بطريقة ما تعمل لهمش اي شوشرة او اي مشاكل قانونية، او بالبلدي كده الطريقة دي ما تحبسهمش. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هم بيعملوا حركة بسيطة كده في عالم لايفات التيك توك. بيكون عندهم حسابات، الحسابات دي بيدفعوا فلوس لنجوم اللايفات او مشاهير اللايفات، وطبعا المشاهير بتوع التيك توك بالذات المتابعين بتوعهم بيكونوا فيك او مزيفين، جايين عن طريق بوتات. وليله كبيره قوي سعادتك هنتكلم عن الموضوع ده بعدين، عشان الناس فاهمه ان اي حد عنده متابعين او مشتركين او معجبين او منضمين او اعضاء او محبين، ان هو كده مشهور وشخصيه عامه ومؤثر وكلامه جاي من السما، وان هو قدوه ومثل اعلى ومثال على النجاح والتفوق والجمدان. مع ان كل ده في الاول وفي الاخر زيف ومزيف وفستك وسيكو سيكو، يعني من الاخر كده كلها شغل بوتات وبرامج ولايكات وهميه، مشاهدات وهميه، حتى التعليقات تعليقات وهميه، حتى الشيرات وهميه، وكله فيك يابا، وكله فيك، كله مزيف، وكله على عينك يا تاجر. ولو مش مصدقني ادخل اعمل بحث في جوجل او اي محرك بحث تاني، واكتب شراء متابعين تيك توك، شراء لايكات تيك توك، شراء تعليقات تيك توك، شراء مشاركات تيك توك، ايا كان نوع التفاعل هتلاقيه موجود. تمام يا سيدي، خرجنا من النقطه دي لنقطه تانية، وهي بيعملوا ايه بقى؟ اولا بيكون عندهم وكاله رسميه على التيك توك، ودي زي ما قلت لكم قبل كده اي حد يقدر ان هو ياخدها بدون شروط، بدون قواعد، بدون شروط، بدون قواعد، بدون قوانين. الحاجات دي كلها سهله وبسيطه، واي حد يقدر ان هو ياخدها، والدنيا حلوه والدنيا فل. تمام. بعد كده بيضموا المشاهير بتوع تيك توك او الناس اللي هم هيخلوهم مشاهير. الناس دي بيكون معاهم فلوس وبيستثمروا، بيكون في عده للشغل بتاعهم، عندهم راس مال، ميزانيه، سيوله، احتياطي، وبيزرعوا الارض وبيحرسوها، وبعد كده بيزرعوها، وبعد كده بيحصدوا منها ويكسبوا منها مدى الحياه. بس طبعا اللي بيحصل ليهم دلوقتي وقعهم في شر اعمالهم، لان الحكومه وخصوصا مباحث الانترنت، جهاز الكسب غير المشروع، مصلحه الضرائب، مباحث الاموال العامه، الامن الوطني، المخابرات، وغيرهم كتير من الاجهزه اتعاونوا مع بعض عشان يقفشوا الناس دول. فالف تحيه لوزاره الداخليه ولكل الناس العاملين، على القضاء على بؤره الارهاب، لان طبعا غسيل الاموال ده بيدعم الارهاب وبيبوظ المجتمع وبيبوظ قيم المجتمع وبيبوظ الشباب، وليه بلاوي ومصايب واضرار ومشاكل وحوارات كتيره جدا جدا جدا، سواء على المستوى الديني او الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي او الفني او الادبي. والله العظيم يا جماعه مساوئ التيك توك او لايفات التيك توك بقت بتدخل كل بيت، وتلاقي عيال صغيره لسه ما بلغتش وبتتفرج على محتوى، بتتابع ناس بتعمل لايفات كلامهم كله سكسي، كلامهم كله اباحي، كلامهم كله زائد 18، كلامهم كله بلس 18. من الاخر كده احنا بقينا عايشين في مجتمع زباله. فالحمد لله ان الحكومه قضت على الناس دول، واتمنى ان الحكومه تفضل على كده، وتفضل دايما على طول تقضي على اي حد بيعمل اي حاجه غلط، سواء على التيك توك او في الحقيقه. ونضفوا مصر يا جماعه. نرجع من تاني لموضوعنا. الوكالات دي بتعمل ايه؟ بيكون عندهم الناس بقى اللي بتغسل فلوسها على التيك توك بيعملوا ايه؟ شركات غسيل الاموال بيكون عندها وكالات. الوكالات جمع وكاله، لان هم ما عندهمش وكاله واحده بس، عندهم وكالات كتير جدا جدا. وعندهم الناس اللايف تيك توكرز اللي هم بيعملوا بس مباشر على التيك توك، او بالبلدي كده الستريمرز او الستريمر، او سميه زي ما تسميه، ما علينا. وبعد كده بيعملوا حسابات وهميه، وبيتفقوا مع التيك توكر على نسبه او عموله من الفلوس اللي هتجيله، وكده كده هم معاهم الحسابات بتاعتهم او حساب الوكاله الرئيسي اللي بتجيله عليه الفلوس او بتتحول له عليه الارباح بتاع اي تيك توكر، وكده كده معاهم الحساب الرئيسي للوكاله اللي بتتحول عليه ارباح التيك توكر اول باول من هدايا اللايفات بتاع التيك توكر ده، فبتتحول لهم على حسابهم الاصلي. تمام. فبيكون متفقين مع التيك توكر ده على ان هم يدوا له نسبه وعموله، زائد كمان ان هو ليه مرتب كل شهر، بياخد مثلا في الشهر $2000 $3000، وده بالمناسبه مبلغ كبير جدا 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 هنا في مصر. $1000 يعني 50,000 جنيه، $3000 يعني 150,000 جنيه. وانا مش ببص له
لهم في رزقهم ولا بنبر عليهم ولا بحسدهم، لان دي كلها فلوس حرام في حرام، فاكيد طبعا انا مش هبص لفلوس حد حرام. تمام، ربنا ينتقم منهم ويولعوا الجاز. الفلوس الحرام ما اسهل منها، بس الفلوس الحرام كلها نجاسه ووساخه ودناءه وبتجيب الفقر. ما علينا. بعد كده الفلوس بتجيلهم بيسحبوها، بعد كده الفلوس بتجيلهم على حساب الوكاله او على حسابات الوكالات بتاعتهم، وهي كتير قوي قوي قوي، وبيسحبوها بيسحبوها وبيسحبوها وبيتنغنغوا بيها. طبعا التيك توك بياخد نسبه. هتقول لي هو خسران، هقول لك هو كده كده اصلا كسبان، لانه بيخسر فلوسه. هو عايز الفلوس دي يدخلها باي طريقه، وكده كده ارباح المخدرات والسلاح والدعاره والحاجات المسروقه والادويه المغشوشه والسرقه والنصب والاختطاف والابتزاز، كل دي ارباحها عاليه جدا جدا جدا. بس مشكلتها بتكون ازاي ادخل الفلوس دي جوه حسابي في البنك، او ادخلها جوه بيتي، او اشتري بيها عقارات. ازاي من الاخر كده اغسل الفلوس دي واخليها بدل ما تكون ديرتي ماني او ديرتي كاش الى كلين ماني او كلين كاش. اللي هو ازاي، اللي هو بالبلدي كده، ازاي احولها من فلوس وسخه قذره الى فلوس نظيفه حلوه. فهمت يابا؟ فهمت الدنيا؟ بالنسبه بقى للناس اللي بتفتح مطاعم وكافيهات، طبعا ده في كل المجالات، مجال الفن، مجال الاغاني، مجال الاعلام، مجال الكوره، كلهم بيفتحوا مطاعم وكافيهات وخلافه من المشاريع الوهميه، وبيكونوا خسرانين فيها كل شهر الافات مؤلفه. ولو مش مصدقني يبقى اسال اي محاسب او محامي، وهيقول لك بلاوي بلاوي وبلاوي عن الحوار ده، والحكومه عارفه وسايباها. هو بيكون مش راضي يدفع الضرايب بتاعته، فبيفتح مشاريع بيخسر فيها فلوسه، وبيدفع بقى الضرايب بتاعه المشاريع اللي هو فاتحها، اللي هو كده كده اصلا من اساسه خسران فيها. المطعم اقل حاجه بيكون خسران في كل شهر من 200 ل 350 الف جنيه، وفي مطاعم خسرانه 500 الف جنيه في الشهر. بس انت عشان شايف من بره فاكر ان انت عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه. فملخص الحوار ده ان غسيل الاموال موجود مش بس في الحقيقه، لا كمان على النت، وفي طرق كتير جدا لغسيل الاموال. بس طريقه ارباح البث المباشر على التيك توك وهي ارباح الهدايا طريقه موجوده من زمان جدا، بس للاسف الشديد الحكومه لسه مركزه عن الموضوع ده. وبنشكرهم تاني ونوجه التحيه الى وزاره الداخليه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا جزيلا لوزاره الداخليه، شكرا لمباحث الانترنت، شكرا لمباحث الاموال العامه، شكرا للكسب غير المشروع، شكرا للضرايب، شكرا لاي بني ادم جدع موظف حكومي بيعمل شغله، شكرا لكل واحد اصيل بيحب بلده وبيخاف عليها وبيعمل شغله. نرفع ليكم القبعه ونقول لكم شكرا جزيلا ليكم، وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا. لو كل واحد في الدنيا دي اشتغل بجد وعمل كل اللي عليه، بلدنا هتبقى جنة. فبالبلدي كده ما تصدقش اي حد على التيك توك، ما تصدقش اي حاجه على اليوتيوب، ما تصدقش اي حاجه على النت عموما، وما تصدقش الناس اللي بترغي وبتقول وبتعيد وبتزيد على التيك توك وعلى اليوتيوب. ما تصدقش اي حد بيهري على النت بخصوص الموضوع ده، لان انا من مكاني هنا جبت لك الخلاصه وقلت لك على الزتونه. فلو عايز تفهم افهم، مش عايز تفهم عنك ما فهمت. وزي ما قلت لك قبل كده، انا بالشكري بس ممكن اشكرك، وبالشاكر بس ممكن اشكر لك. فيلا يا جدع، يلا يا حاجه، ادخلي اشتركي في القناه، فعلي الجرس، لايك وكومنت وشير، وشيروا الحلقه في كل حته عشان نوصل لكل الناس. شيروها في جروبات الفيسبوك والواتس والتليجرام، وابعتوها لاصحابكم على الماسنجر والواتس والتليجرام واي وسيله تواصل تانية. ابعتوها لاصحابكم على الايمو والفايبر واللاين والتليجرام والواتس والماسنجر واي طريقه تواصل تانية. ولو عندك صفحه مشهوره او جروب مشهور او قناه مشهوره او منتدى مشهور او مدونه مشهوره او موقع مشهور او تطبيق مشهور، يا ريت يا جماعه نعمل تضمين للمقطع ده، نشير المقطع ده هناك عشان نقدر ان احنا نوصل لكل الناس، لان انا عايش بدعمكم. وشاركني رايك في التعليقات، هل انت متفق مع الكلام اللي انا بقوله ولا لا؟ وايه رايك في المحتوى وازاي اطور في المحتوى؟ ولو تقدر ان انت تدعمني دعم مادي، فاحنا فاتحين باب التبرعات والدعم والهدايا والمنح، عشان عايزين نطور في المحتوى، نجيب معدات، نجيب اجهزه، نجيب ادوات، وكمان نعمل تسويق واداره، ويبقى عندنا وقت ان احنا ننتج ونصور ونرتجل، وكمان برضو ان احنا نعمل اعداد وتصوير ومونتاج واخراج وليله كبيره قوي سعادتك. لان احنا حاليا شغالين بس شغل عشوائي بدائي هوائي تلقائي، شغل عفوي طبيعي على الله حكايتي. انا بقى عايز اظبط الدنيا واشتغل باحترافيه، وده طبعا مش هيحصل غير بدعمك، وده اكيد طبعا مش هيحصل غير بدعمك، سواء كان بالدعم المباشر، الدعم المادي المالي، او كان عن طريق الدعم المعنوي. والدعم المعنوي مش مطلوب منك اي فلوس ولا مطلوب منك اي حاجه،
مطلوب منك بس انك تدعي لي بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل، وكمان برضو تشترك في القناه، تفعل الجرس، وتتابعني على الانستجرام، وتتابعني على التيك توك، واعمل لايك للمقطع لو عجبك، وشير الحلقه في كل حته، وشاركني رايك في التعليقات، وبس كده خلصنا. غسيل الاموال يا جماعه موجود في مصر من زمان جدا، بس هو في التيك توك منتشر بقاله فتره، وانا كنت عارف الموضوع ده وعندي فضايح بالعبيط لناس كتير، بس الجماعه بتوع التيك توك والجماعه بتوع اليوتيوب عملوا الواجب بكل معنى الكلمه معاهم، فانا قلت اللي في بالي. وعلى فكره الحلقه دي ارتجاليه بدون اي اعداد او تحضير او تجهيز او تظبيط او اي شيء خالص، يا دوبك انا شغلت الموبايل، شغلت الكاميرا بتاعت الموبايل وصورت وبس كده. انا طبعا مش عارف الحلقه دي هتنزل امتى، بس يا ريت لما تنزل تشيروها في كل حته عشان اقدر ان انا اتشهر واجيب فلوس يابا، ويبقى في بقى ناس تمولني وناس تغسل فلوسها معايا. وبنعرض للناس يا جماعه اي حد عايز يغسل فلوسه معانا، احنا عندنا غساله. بهزر يا جماعه، والله العظيم بهزر، قلت لك ان انا بهزر، انا بهزر على فكره، ما تاخدش الموضوع بجد. يلا يا حبيبي بقى روح اشترك في القناه وفعل الجرس وتابعنا على الانستجرام والتيك توك، ولايك وكومنت وشير، ده مش هيخسرك اي حاجه اقسم بالله. وادعي لي بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل. وكان معكم عمده الشيكو شيكو، انا محمد عماد الدين عمده. سلام.